الاخبار؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ طيب اولى حلقات كاس العالم لقطر 2022، قطر امام الاكوادور. كان في توقعات وحصل حاجات عكسها، وكان يعني الدنيا كده. فخلينا نتكلم، بس قبل ما نتكلم عن الماتش انا حابب اتكلم عن الافتتاح وعن التنظيم وعن الدنيا دي كلها، لان في حاجات لازم تتقال يا جماعه. لو رجعنا بالزمن سنه صغيره قبل كاس العالم، 90% او 80% من الاجانب كلهم معترضين على ازاي ما فيش بيره، ازاي ما بتدعموش المثليه، ازاي ما كميه هجوم من الاجانب كان فظيع. والهجوم ده كان من اسامي كبيره، يعني ما تفتكرش ان الهجوم ده كان مثلا من مش عارف ميكا ريتشاردز اللي في سكاي سبورتس، لا ده كان من هجوم من ناس كبيره واسامي كبيره، واولهم رئيس فيفا السابق قال يا جماعه دي غلطتي ان انا اديت لقطر حق التنظيم. انت متخيل؟ فده كان الشق بتاع الاجانب. انا النهارده كشاب مصري مسلم عربي افتخر باللي قطر بتعمله، لان اللي قطر بتعمله ده فخر لينا كلنا. اولا منع البيره، مفيش بيره باشا، انت ماضي عقد بقى ب 300 تريليون انا ماليش ده، حط ده على جنب. مفيش بيره، دي عاداتي وتقاليدي، وده اسلامي وده ديني. مفيش بيره. شفت فيديو وقت الفان زون، وقت الاغاني، وقت الدنيا، اكتم كل ده. في اذان، في صلاه، في دين، في اسلام، في عاداتي، في تقاليدي. كمان المثليه ما بتدعمهاش، مفيش حد يرفع فالناس زي ما احنا كعرب، وده اللي انا شفته، ان احنا لما كنا بنروح هناك عندهم كنا بنحترم ثقافتهم وبنحترم اللي هم بيعملوه. يا عم انت حياتك ودنيتك بس بره عني. ده نفس اللي قطر بتعمله دلوقتي مع الاجانب. يا باشا دي ثقافتنا وده ديننا وده اسلامنا، وانت موجود عندنا ضيف، انت على عيننا وعلى راسنا طول ما انت بتحترم تقاليدنا. وده اللي هتشوفه في كل ربع تفصيله في قطر، من اول الكوره، الرحله، العجال اللي هو لعيب، للتفاصيل الصغيره. مثلا النتيجه، في نص النتيجه في زي زغرفه صغيره كده عربيه، كل تفصيله، كل ربع سن التفصيله. فده شابو لبكره الصبح القطر عن التنظيم ده. الافتتاح كان تحفه، الافتتاح صراحه يليق باسم كاس عالم. كنت منتظر اكتر، عشان اكون صريح الصراحه كنت منتظر ان هم يكسروا سقف توقعات اللي مش عارف ايه، بس الافتتاح كان تحفه. الافتتاح مقارنه باسم كاس عالم، مقارنه باللي هم بيعملوه فعلا رهيب. استاد البيت من بره، يا نهار ابيض، استاد البيت من بره فظيع. ايه ده انا يعني شفته طبعا في الصور، شفته في الدنيا، بس في الافتتاح مع النار مع مش عارف ايه، والشغله اللي كانت بره، يا لهوي يا لهوي يابا، كان عظمه. فزي ما قلت لكم التنظيم بره انه بيدي رساله للاجانب، يا جماعه دي عاداتنا ودي تقاليدنا ودي ثقافتنا، انت هنا ضيف عندنا فانت تحترمها. دي بالنسبه لي اهم حاجه في التاريخ، لانه دي بتدي رساله للناس اللي بره. انسى بقى شغل الصحراء، وانسى بقى شغل الناس اللي راكبه على جمل لا حط ده على جنب. احنا بنعمل عظمه. قلتها لكم وهقولها تاني، انا كشاب عرب مصري مسلم انا فخور باللي قطر بتعمله، وبالذات في الفكر، لان الغزو دلوقتي بقى غزو فكري، مش غزو ارض ان انا هروح بقى اخد ارضك واحاربك على ارضك وحاربك على النفط ولا حاربك على لا. دلوقتي بقى كله فكر. فانك في اكبر محفل دولي لكاس العالم انك تثبت لكل الناس اللي جايه من كل انحاء العالم، انك تثبت لهم انك انت انسى ده، وانك تشوفوا عاداتنا وتقاليدنا وقد ايه احنا بنحترمها، بتوريهم في فكرهم انت مين، ونشوفه احنا 1 2 3 مش اللي بيتقال علينا. وكمان دي اللي شفتها، ان كل الناس اللي بتتكلم على قطر وحش من الاجانب هم ناس بره، هم ناس ما راحوش قطر، ما نزلوش لقطر. لان انا متاكد تريليون % من الستوريز اللي انا شفتها للاجانب، مش ستوريز العرب، الستوريز اللي انا شفتها للاجانب، لان انا اسف حاليا موجود في مصر. يعني ان شاء الله ايه في كاس العالم اللي جاي في بلد عربيه، يعني لما ان شاء الله تنظمها ابقى موجود فيها. ولكن انه لما تلاقي الستوريز بتاع كل الاجانب اللي سافروا هناك فعلا مبسوطين، وبيشيدوا بقد ايه التنظيم، وبيشيدوا بقد ايه الثقافه، وان احنا فعلا محترميننا خيال. فدي حاجه تبسطني جدا. ولكن يجي بقى نتكلم عن الماتش شويه بقى. ايه القرف اللي ايه يا جماعه ده؟ ايه القرف اللي انا شفته ده؟ ليه لعيبه قطر نازله ركابها مش بتخبط؟ لا الناس نسيت الكوره من كتر التوتر. وبعدين انا مش عارف التوتر ده جاي منين. ممكن يكون جه بسبب الحارس، لان ده سيكشن لوحده. الحارس عيد الشيب ده لا ده سيكشن لوحده كده. ممكن يكون جه من غلطه الحارس في الاول، بس بعد كده حتى في الشوط الثاني يعني ماشي الحارس غلط ومش عارف ايه ووترك، وهنتكلم في الحته دي بعدين. طب الشوط الثاني يا باشا، يا عم انزل الشوط الثاني اعمل اي حاجه، اعمل لك اي منظر، اضغط.
مفيش. الناس كلها ركابها بتخبط في بعض ما عدا 2 3. وكمان التوتر ده انا مش قادر افهمه، لان انت لعبت كونكاكاف وكسبت اسيا، فالتوتر ده انت لعبت في محافل دوليه كبيره، فما تقنعنيش ان انا عارف ان كاس العالم بيتلعب على ارضك، انا فاهم الكلام ده، بس انت لعبت قدام الناس دي ولعبت كويس واثبتت نفسك وبتلعب بنفس الطريقه، يعني انت بتلعب بنفس التشكيله مع نفس المدرب بنفس اللعيب بنفس كل حاجه. في ايه؟ خايف من ايه؟ وبعدين انت معلكش ضغط انك انت تطلع من المجموعه، انت معاك هولندا والسنغال واكوادور، انت مش مطالب او مش ملزم انك انت تتاهل يا باشا، العب كورتك. ففعلا المنتخب القطري النهارده فيليكس سانشيز انا كنت منتظر منه اكتر من كده، بس انا حسيته ان هو احنا ما بين الشوطين يا باشا قول كلمتين يا باشا، غير لي تبديلين او مش عارف ما اعرفش، يعني انا للاسف ما اعرفش كل لعيبه قطر، ما اعرفش طبعا السكواد كله، بس يا باشا غير تشكيله اشوف حاجه اتغيرت، اشوف في حد عمل حاجه اي حاجه، يعني وريني مش عارف. يعني انا حاسس فعلا ان حتى اذا كان اللعيبه الاساسيه ركابها بتخبط، امال الاحتياط بيعملوا ايه؟ امال الاحتياط لما ينزلوا هيعملوا ايه؟ ففعلا قطر النهارده للاسف ركابها بتخبط والناس كلها شايفه كده، الناس كلها مش عارف ركابها بتخبط. والاكوادور معلش، الاكوادور مش فريق يلعب، الاكوادور مش هو شكت، لا الاكوادور مش فريق يلعب، الاكوادور لعب حلو جسمانيا، كانوا فظاع فعلا جسمانيا، هم الناس ما بيتعبوش، مع ان هم معدل اعمارهم تقريبا من اكبر 3 ولا اكبر 4 منتخبات عندهم معدل اعمار يعني، وعندهم مدرب بخطط بتكتيك وكل، بس ده مش مبرر. يعني الاكوادور ده انا مش عارف، انا كنت بشوفها مش مرعبه، يعني مش مرعبه لدرجه انك تخاف منها، فانت مش عارف تخاف من الجمهور اللي هو معاك، يعني انت خايف من الجمهور القطري اللي معاك ولا خايف من الاكوادور ولا خايف من ان ده افتتاح كاس، مش خايف من ايه انا ما اعرفش. نيجي بقى لنقطه الحارس، عشان دي الصراحه سعد الشيب انت بتعمل ايه؟ والله العظيم ما بتمنظر، اقسم بالله ما بتمنظر، بس انا كواحد بلعب في الدوري الهواه كحارس مرمى دخل فيا 8 2 و6 0 وارقام غريبه كده، بس انا ما عملتش كده، انا عمري ما عملتش كده، يعني اللي انت بتعمله ده حارس في دوري الهواه في مصر ما بيعملهاش يا ابني. في حراس ما بتعرفش تجيب الكره من فوق، انا منهم، انا من الناس اللي ما بعرفش انط اجيب الكره طبيعي، فبسيبها للدفاع يعني بسيبها للدفاع ان هو اللي ينط يجيبها. فانك في اول دقيقتين حرفيا اول دقيقتين تعمل غلطه زي دي في جون فالنسيا اللي اتلغى، انك تعمل غلطه زي دي يا نهار ابيض، انت مسكتها اول مره مش عارف تمسكها، بتاع ايه دي بقى، ايه تاني، ايه اللي انت عملتها تاني مره، انا مش عارف. فالمشكله ان بعد ده هو نقل التوتر بتاعه او نقل الهبل اللي هو كان بيعمله ده، معلش اسمحوا لي في الجمله دي، الهبل اللي هو كان بيعمله ده للفرقه كلها، وده واضح وبعد كده معلش بعد كده لا يعني بعيدا عن البتاع دي، في حراس يا عم طب قوم شد نفسك، خلاص حصل خير مفيش مشاكل، الحمد لله عدت، الفار لغاها وكل حاجه بربع سنه عظمه ركبك، الحمد لله الفار عداها، قوم بقى فوق، فوق نفسك، فوق الفرقه، اعمل حاجه، مفيش ميح. فانا لا اتمنى اشوفه مره تانية، خالص، لانه حرام تنقل انا مش عارف الضغط ده كان موجود اصلا للفرقه قبل ما انت تعمل كده ولا لا، لان انا ما لحقتش، انا كانوا دقيقتين، فاكيد مش هحكم على فرقه ان هي متوتره ولا لا من دقيقتين، بس لو كان ده كان السبب انه ينقل التوتر للعيبه فدي مصيبه سودا، دي مصيبه سودا يا جماعه. الحارس الحارس مركز حساس، لانه الغلطه بتاعتك بجون، غلطه المدافع انت تلحقه، غلطه الخط النص المدافع يلحقه، غلطه الهجوم هو كده الهجوم ما بيعملش حاجه غير انه يغلط، الاسترايكر مهمته انه يجي له مثلا 10 فرص يدخل منها جونين، المهاجم عمال يضيع، انت كحارس مسؤوليتك مسؤوليه فظيعه، لان ربع سنه غلطه بجون والجون هياثر على الفرقه. فنرجع تاني نفس النقطه، لو ده كان السبب ان الفرقه تتهز بالشكل ده، قطر محتاجه تعيد حساباتها في الحارس، عشان نكون صراحه، لانه بوظ الاحتفال، بوظ احتفاليه وبوظ الافتتاح وبوظ التنظيم وبوظ كل الدنيا دي. فنتمنى طبعا الخير لقطر، وان شاء الله باذن الله تكسب السنغال وتكسب هولندا، تفائلوا بالخير تجدوه، فان شاء الله تكسب هولندا وتكسب السنغال، ليه لا. وفي الختام هرجع تاني اقولها، انا كشاب مصري عربي مسلم انا فخور جدا باللي قطر بتعمله من الناحيه الفكريه، انها بتزرع فكر عند الاجانب. يا جماعه احنا مش الصوره النمطيه اللي انتوا عارفينها عننا، احنا مش الصوره اللي انتوا راسمينها زي ما قلت لكم بقى في رمله وبجمل لا احنا مش الصوره دي خالص، احنا ناس عظمه احنا ناس قطر عظمه، صراحه قطر عظمه، ما عنديش حاجه تانية صراحه اقولها اكتر من كده. نحب نقول هارد لك لقطر، ان شاء الله باذن الله المنتخبات العربيه التانية تشرفنا، ونقدر نقول ان بكده خلص حلقتنا النهارده، ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه، تعمل لايك سبسكرايب وشير، تصل بيتش ننزل حلقه جديده وتصلك بقى وكده، سلام.